أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن الشرير وإزاي نكتبه في الرواية عشان يكون شرير قوي ويقدر يأثر في القارئ ويعيش معاه لسنين طويلة. ومن أشهر الأمثلة والشخصيات اللي بحبها واللي عايشة معايا واللي عايشة مع ناس كتير جدا هي شخصية هانيبال ليكتر. لو جينا بصينا على شخصية الشرير بشكل عام هنلاقي إن مؤخرا أو على مدار العقدين اللي فاتوا بالتحديد بقى فيه هوس وحب مبالغ فيه بالأشرار، وخصوصا الأشرار اللي مكتوبين بجاذبية وعندهم منطق خاص قوي يقدر فعلا يخدع الناس. على سبيل المثال شخصية زانوس، شخصية شريرة جدا وعندها هدف واحد بس، إن هي تقضي على نص المخلوقات. لكن لما تيجي تبص على منطق الشخصية وهو ليه عايز يعمل كده هتلاقي دايما إن منطقه يكاد يكون مقارب للصواب أو عنده وجهة نظر فعلا. يعني ما احنا لو عملنا كده في اللي باقي من الناس هيعيش كويس. وكمان بيخدم منطقه ده ان هو مش منحاز لحد، يعني ما فيش غني هيعيش على حساب فقير، لا هي بالصدفه. منطق الراجل ده بالرغم ان هو غلط تماما وقاسي جدا الا انه لقى قبول عند شريحه كبيره من الناس. فهنا انت قدام شخصيه مركبه، وهنا انت لازم تفكر وانت بتكتب شخصيه الفيلن اللي في روايتك او خصم البطل اللي في روايتك او القاتل اللي في الروايه. هو ليه بيقتل؟ هو ايه الدافع اصلا عنده؟ لازم تفكر هو بيعمل كده بأنهي دافع. هل الانتقام؟ هل الغضب؟ هل الغيره؟ هل الحقد؟ هل مرض نفسي؟ الاسئله البدائيه دي لما تبتدي تحط لها نقط هتلاقي نفسك بتوصل لبعد للشخصيه انت قادر تطلع منه تفاصيل واحداث محدش عملها غيرك، لان دي شخصيه فريده انت بس اللي شايفها وانت بس اللي قادر تبنيها، فبالتالي هيطلع منها حاجات ما اتعملتش قبل كده. وكل ما كنت ككاتب محايد وامين مع شخصياتك حتى الاشرار فيهم، كل ما كانت كتاباتك ورواياتك فيما بعد هتعيش وهتتصدق والناس هترجع لها. يعني مثلا لو احنا هنتكلم عن رواية صمت الحملان، شخصية هانيبال ليكتر، هل بالمنطق او بالعقل شخصية مرعبة بالشكل ده اكل لحوم بشر؟ هل ده يتحب؟ هل ده حتى يقدر يجذبني انا كقارئ او كمتفرج في الفيلم ان انا ابقى منبهر بيه وخايف منه في نفس الوقت؟ اكيد لا. طب ده اتعمل ازاي؟ لان الشخصيه نفسها اتصممت بطريقه جذابه، شخص ذكي صامت قادر يتلاعب باللي قدامه بصمته وبنظراته. وهنا حته بقى السلوك الحيواني، ازاي انت تضيف للشخصيات بتاعتك سلوكيات من الحيوانات. كل حيوان بينفرد او بيبقى عنده خصائص مختلفه تماما عن غيره. في حيوان زي الضبع جبان خسيس بيهجم في اوقات اللي بيبقى هو قوي فيها واللي قدامه ضعيف، ما عندوش شرف خالص في اي حاجه. في حيوان زي الاسد بيهجم لما بيبقى قرر انه يهجم وما بيتراجعش تحت اي موقف. كل حيوان تقدر تستنبط منه صفه وتضيفها للشخصيه بتاعتك وتكمل بيها. ده بيدي عمق كبير جدا للاشرار بالتحديد. يعني الشرير لما بيبقى واخد صفه مفترسه من حيوان زي ده وموصوفه من البدايه للنهايه بذكاء، ده بيخلي القارئ معجب جدا بالشخصيه اللي انت بتكتبها. وفي نفس الوقت انت هتلاقي له دوافع وانت بتكتب ما كنتش انت متخيلها او ما كنتش مدركها. فوانت بتكتب شخصيه الشرير لازم تفكر هو ليه معجب باللي هو بيعمله او ليه بيعمل كده، ايه الدافع الحقيقي اللي مخليه مستمر في كل ده. مجرد ما هتوصل لده هتلاقي نفسك كتبت شخصيه عايشه لسنين كتير جدا قدام. ونصيحه عامه دايما وانت بتكتب بعد ما بتخلص تماما اسال نفسك هل ده منطقي؟ هل الشخصيه دي تقدر تعمل كده؟ هل انا اصدق فعلا الشخص ده بيعمل كده؟ لو انت مصدق او لو انت فعلا حسيت ان ده منطقي يبقى انت مش صح. لكن بمجرد ما تحس ان ده ملوش اساس مبني عليه او الحدث اللي الشخصيه هتعمله مقحم، يبقى ده انت بتكتب حاجه غلط. يبقى انت كده تكتب حاجه غلط. ولازم ترجع تفكر شخصيتك بشكل منطقي. الشخصيه بتاعتي اللي انا كتبتها ووصفتها تقدر تعمل كده ولا لا؟ استنوني في الحلقه الجايه هنتكلم عن الشخصيات الثانويه في الروايه. لو عجبك المحتوى تابعني واعمل لايك وسيب لي رأيك أو أسئلتك في الكومنتات. كان معاكم نادر سيف الدين، سلام.